إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسعدة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، محاضرة الليلة إن شاء الله بعنوان وضاعت صلاة العشاء. إزاي تضيع صلاة العشاء؟ وضاعت صلاة العشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتدرون كيف ضاعت أحبتي في الله؟ ضاعت بسبب مباراة كرة قدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وضيعنا ملايين من البشر، نوبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشاهدون المباراة في وقت الصلاة ولا يصلون الصلاة في وقتها بسبب اللهو والعبث والعياذ بالله. إن اليهود عندما شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعل الله عليهم بيوتهم نارا والعياذ بالله. النبي دعا على اليهود أن يشعل الله عليهم بيوتهم نارا وأن يحرك الله عليهم بيوتهم، لأنهم سبب في تأخير صلاة واحدة عن وقتها وهي صلاة العصر، وشغلوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فدعا عليهم النبي بذلك. صلاة العشاء أحبتي في الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، وفي رواية لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حوا. وفي رواية صحيحة ثابتة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر ده. مش مباراة كرة قدم من فريق كذا وفريق كذا ونضيع صلاة العشاء ونضيع الذكر ونضيع الاستغفار والدعاء والعياذ بالله، ساعتين كاملين ونحن لا نوحد الله ولا نذكر الله. كيف تنتصر هذه الأمة على أعدائها وهي تضيع فريضة الله عز وجل؟ كيف ننتصر؟ كيف ننتصر وهناك ملايين من البشر أمام التلفاز، أمام الشاشات، منشغلين بالمباراة وضيعوا صلاة العشاء والعياذ بالله. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يا سلام. وفي رواية ثابتة وصحيحة: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام يا جماعة نصف الليل. نصف الليل، تخيل نصف الليل، كلمة صلى يعني ما يقارب 4 ساعات يصليها لله عز وجل، أو 5 ساعات يصليها لله. إن من يتسبب في تضييع الصلاة فإن الوزر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لعيب الكورة اللي بيسبب إن ملايين من المسلمين تضيع الصلاة كل أوزارهم على مين؟ عليهم. عشان يكونش داخلين 100 وفخر العرب، وهو بيتسبب في تضييع فريضة ربنا في الأرض والعياذ بالله. وكلنا نعلم الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. لمنطوق الحديث يبقى برضه مفهوم الحديث: الدل على الشر يا جماعه كفاعله. الدل على الشر كفاعله. واي شر اعظم من تضييع الصلاه وتاخير الصلاه عن وقتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود عندما تسببوا في تاخير صلاه واحده عن وقتها، فما بالك بمن يؤخر صلوات كامله بسبب مباراة الكاس ومباراة الدوري ومباراة كاس العالم ومباراة كاس الأمم الأفريقية ومباراة السوبر ومباراة كاس الأمم الأوروبية. أحبتي في الله، لابد أن نعود إلى الله وتعود الأمة إلى الله عز وجل وتترك هذا اللعب وهذا اللهو وهذا الهراء، وتعلم أن الفلاح الحقيقي في أداء فرائض الله والفوز الحقيقي في المحافظة على طاعة الله عز وجل
وليس الفوز الحقيقي أن نفوز على فريق كذا ونهزم فريق كذا. وما الفائدة التي ستعود علينا يا أحبتي الله؟ ما الفائدة التي ستعود علينا جميعا؟ إن الفوز الحقيقي في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو ده الفوز العظيم، مش الفوز العظيم ان احنا نشاهد المباراه ونضيع صلاه المغرب ونضيع صلاه العشاء وننهو ونصفر ونشاهد المباراه التي فيها اختلاط رجال بالنساء والعياذ بالله، والعوره ظاهره والعياذ بالله، وغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اعلموا انما الحياه الدنيا لاعب ولهو، انما الاخره اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والاخره خير وابقى. يبقى محاضره اليوم بعنوان وضاعت صلاه العشاء ولا حول ولا قوه الا بالله. وهل هترجع؟ معلش رجع. هل هتتعوض؟ معلش متعوضه تاني. ايه الحل؟ الاستغفار والتوبه والندم على كل صلاه فاتت من حياتنا، لأن الله قال في كتابه الكريم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللهم اجعلنا ممن يحافظون على الصلاة، آمين يا رب، وممن يؤدون الصلاة في وقتها. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.